السلام عليكم. كل يوم بنسمع بكلمة ذكاء صناعي، شات جي بي تي وريبوتات. لكن في زول وقف وسأل نفسه إنه الموضوع ده مودينا لوين؟ الذكاء الصناعي يا جماعة ما فيلم خيال علمي ولا حاجة جاية من المستقبل، هو هنا وسطنا وبقى جزء من حياتنا. ببساطة الذكاء الصناعي هو لما المكنة تتعلم وتفهم وتقرر زينا، تتعلم من البيانات، من التجارب، من كلامنا نحن. يعني المكنة بقت تفكر يا مكنة. شوف مثلا جوجل بيفهمك قبل ما تكمل الكلمة، حط الحرفين كده بيجيب لك الاقتراحات بتاعت الكلام. تلفونك جوالك اللي في يدك ده برضو يخترح لك كلمات، مرات يقرأ أفكارك عديل. شات جي بي تي برضو الذكاء الصناعي ده يكلمك كأنه صاحبك، ويرد عليك كأنه قاعد قدامك. لكن ورا الجمال الحلو ده كله، ورا الشي الحاصل ده كله، في سؤال كبير: هل الذكاء الصناعي جاي يساعدنا ولا جاي ياخد مكاننا؟ الحقيقة لأنه الموضوع ده في يدنا نحن لو استعملناه صح. يعني لو استعملنا الذكاء الصناعي ده بطريقة صحيحة ممكن يعلمنا أسرع ويساعدنا نطور نفسنا ويفتح لنا أبواب جديدة. لكن لو اتكلنا عليه زيادة بنخسر أهم حاجة عندنا اللي هي الوعي والإحساس. الذكاء الصناعي يا جماعة ما عدونا أبدا، ما عدونا، هو اختيارنا نحن ذات كبشر. اخترنا إنه الذكاء الصناعي ده يكون وسطنا، لكن هل نخليه يسيطر علينا ولا نستخدمه عشان نكبر ونتطور ونصنع فريق؟ ده بيقيف علينا. استعملوا الذكاء الصناعي صح واصنعوا الفريق.